السلام عليكم. في موضوع أنا ما كان ودي إني أتكلم فيه، لكن يعني الموضوع زاد عن حده. أنا دائما أفضل أن العمالة اللي تكون موجودة عندنا هنا عمالة عربية. ليش؟ لأن العرب طبعهم نظيفين، حنا عاشرناهم يعني سنين طويلة حتى بعائلاتهم، يعني نظيفين في أنفسهم، نظيفين في بيوتهم، نظيفين ويصرفون في البلد، يعني يحركون عجلة الاقتصاد وكذا، بعكس بعض العمالة من الجاليات الأخرى. وأنا ما أبغى أسمي عشان ما حد يتهمني بالعنصرية ولا الحسد، أنا والله لاني حسود ولاني عنصري، لكن في سبحان الله جاليتين أو 3 جاليات إذا جيت محلاتهم تجدها كلها زبالة، يعني الأماكن السكن حقهم يعني كأنها زريبة بهايم. تجي تحصلهم في الشوارع قدام الناس، لا مؤاخذة، آسف على الكلمة هذه، يبصق ويتفل قدام الناس على الرصيف، ولا يعبر الناس ولا عنده يعني لا احترام للناس ولا ذوق، ولا يعني شيء ينرفز قدام الناس كذا، قدام المارة على الرصيف، حتى ما يوخر عنهم ولا يصد عنهم ولا كذا، عادي الوضع عنده وبالدقيقة. وهذه الحركة والله يعني انها تنرفز، حتى لدرجة ان في دول من دول العالم ومن ضمنها دبي، يمكن شفتوها في اللوحات زي لوحات الارشادات المرورية، مكتوب لوحة ممنوع، يعني لا مؤاخذة البصق والتفل ممنوع، وعليها غرامة، عليها غرامة في دبي وفي لندن وفي سنغافورة. عندنا هذه العمالة ذي سبحان الله، أي مكان تجي فيه تجتمع فيه هذه العمالة تلقى أماكنهم قذرة، العماير اللي فيها يخربونها وريحتها، وأماكن قذرة وأوساخهم ما يشيلونها. فتطلع من بيتك مبسوط مستانس مزاجك عالي، تبغى تتمشى تشوف هالمناظر المقززة ذي. أنا ودي بكل صراحة أن يعني يتخذ إجراءات صارمة، يعني من ناحية النظافة ونظافة العمالة هذه الجاليتين أو ال3 جاليات الآسيوية بدون ذكر أسماء. لذلك أنا دائما أفضل الجاليات العربية، يعني نظيفين في أنفسهم، نظيفين في بيوتهم، نظيفين في أشكالهم، وتصرف الجالية العربية، تصرف، تحرك الاقتصاد، يصرف زي السعودي يحرك الاقتصاد في البلد. لكن الجاليات هذه يعني فيهم لا مؤاخذة